كان يا ما كان، وفاش كانت الدنيا باقي ظالمة والبرد قاصح كيقرص العظام. كان واحد الراجل سميتو فاضل أمين زيدان، رجل قاري وعاقل، كيحماق على القصص القديمة، كيقلب ديما على الحقيقة اللي مخبية على عباد الله. شي نهار سمع بخبار على مدينة كتسمى جارتين، مدينة ماشي بحال المدن، مدينة كتخوف ومخبية بزاف ديال الأسرار. واحد النهار جا عنده واحد العساس كبير في العمر وقال ليه: السي فاضل، راه جارتين ماشي سهلة، الناس تما عايشين حياتهم هما عارفين النهار اللي غادي يموتوا فيه، بحال شي سلسلة معلقة في حناجرهم. فاضل حك لحيتو وبقى ساكت، عينيه شادين الأرض ودماغو عامر بالهضرة. علاش؟ شكون دار هاد الشرح؟ واش بصح هادشي؟ ما قدرش يصبر على هاد الفضول اللي كيدوي ليه في ودنيه، شد كتابو وخبى واحد الكراس صغير في جيبو وقرر يمشي الطريق. قبل ما يخرج جا عنده صاحبو حسين وقال ليه: اخي، راه الطريق بعيده وماشي اللي دخل الجارتين كيخرج منها سالم، واش متيقن من راسك؟ ضحك فاضل ضحكه خفيفه وقال ليه: اللي باغي يعرف شنو كاين خاص يكون قلبو قاصح بحال الحجر. جمع شويه ديال الزاد، دار دوره في الدار لمس الحيطان بحال كيسلم عليهم، وحط يدو على صدرو وقال: يا الله يا مولانا، عاوني نكشف المستور. خرج مع الفجر والدنيا باقي حالكه شويه، كان كيمشي خطوه كيخمم 10 شنو غادي يلقى تما. الناس مخلوعه والنظام كيحكمهم بالحديد والنار. دوز ايام وهو كيسافر وسط الويدان والغابات، والبرد كيدخل لعظامو. كل ما كان كيسمع الريح كتهبي للشجور كيحس بحال كتقول ليه: فين غادي يا فاضل؟ وهو ساكت، غير قلبو اللي كيهضر. لما يحرك شفايفو غادي يلقى الجواب اللي ما بغاوش يقولوا لينا. حتى لواحد النهار مع العصر بان ليه صور كبير قدامه، عالي بحال الجبل ومزير بحجرة رمادية. الباب كان من الحديد الثقيل منقوش بتعاويد ديال الناس اللي كانوا قبل. وقف قدامه وحس بحال شي حاجة كتشد في قلبه. خدا نفس عميق وضرب الباب بجوج دقات قوية وبقى ساكت كيتسنى شي حد يرد عليه. كانت هذه بداية الحكاية، بداية الطريق اللي غادي يبدل حياته كاملة. الباب الحديدي بدا كيتحل بشوية وصوته كيطنطن في الودن بحال شي ريح كتجر السلاسل. مع هاد الصوت خرجت ريحة قديمة فيها غبرة ديال سنين ما تفتحاتش. وهو واقف كيتفرج، خرجوا جوج رجال طوال من وسط العتمة ديال المدخل، لابسين جلال كحلين، وجوههم مغطيين بخرقة كحلة، ما باين منهم غير عينيهم اللي كيشعلوا بحال جوج شرارات في الظلمة. وقفوا قبالتو بحال شي تماثيل كتسد الطريق، وبقى واحد منهم تيشوف فيه شوفة باردة ما فيها لا ترحيب لا عداوة، غير شوفة ديال واحد كيستقسيك بعينيه باش يعرف شكون انت. واحد منهم هز يدو وبصوت غليظ وثقيل قال ليه: شنو جابك لجارتين؟ شكون انت؟ حط فاضل الصاك ديالو على الارض، دار دورة خفيفة براسو وبصوت ثقيل من كثرة التعب ديال الطريق قال ليهم: جيت على رجلي، ما جابني حتى واحد، انا باحث وكاتب، بغيت غير ندون كل شي بعيني ونكتب الحقائق، ما عندي لا نية خايبة لا طمع. اللي على لي من حرك راسو قال: باش تدخل جارتين خاصك توقع على وثيقة وتقبل القانون ديالها. هزو واحد الورقة صفراء فيها حروف صغار ومرسومة فيها خريطة صغيرة للمدينة بحال شجرة مشققة. شد فاضل القلم اللي عطاو ليه، ولكن قبل ما يكتب حس بقشعريرة طلعت له مع ظهرو. سولهم بحذر: وعلاش هاد الوثيقة؟ وشنو هاد القانون اللي تتقولوا عليه؟ جاوبو الثاني وهو داير يديه ورا ظهرو: كل واحد ساكن هنا كيعرف شحال باقي ليه يعيش وبأي نهار غادي يموت. منين توقع حتى انت غادي يجيك راقبك. حس فاضل قلبو تزاد عليه النبض، تيحس بحال كان شي طابلة كتضرب فيها دقات، ولكن ما حبش يبين الخوف. وقع الورقة وخا يدو كانت كترعد شوية. دخل من الباب، كانت أول خطوة بحال أول خطوة وسط قبر كبير. المدينة قدامه ما فيهاش حياة، الزناقي طويلة كلها ديال الحجر الرمادي، نوافذ مسدودة بحال فم ما باغي يدوي. الناس واقفين هنا وهنا عينيهم في الأرض، لا ضحكة لا هضرة لا نفس. شاف فاضل واحد المرأة جالسة قدام الدار لابسة قفطان بيض مرقع، عينيها حمرين من السهر والدموع، كانت كتخيط شوب بحال اللي كتجر الوقت بخيط. ومن شافته جاي طاحت ليها الإبرة من يديها، رفعت راسها وعينيها تلاقاو مع عينيه. نظرة وحدة منها عطات له فكرة واضحة: هنا حتى الأمل مات. زاد كيمشي وصوت خطواته كيضرب على الحجر بحال طبول خفيفة.
وقف قدام واحد الدار مكتوب عليها دار الوافدين الجدد. شد نقبة الباب اللي كان بارد بحال الثلج ودخل. الداخل كيبان بحال صالون عتيق، طابلة طويلة فوقها شمعة مطفية وريحة الرطوبة ديال سنين. ورا الطابلة راجل كبير شاب لابس جلابة كحلة كيقرا في كتاب كبير وعنده نظاظر كبار شادين على نيفو. رفع عينيه وابتسم ابتسامة خفيفة فيها العيا وقال مرحبا بك السي فاضل، كنت كنتسناك. فاضل جلس على كرسي ديال الخشب، حس به كيتسير على ظهره من كترم ديال التوتر، وسول بخفة وعلاش هاد الناس بحال هكا، لا هضره لا نفس. الرجل حط الكتاب وسكت شويه كيتامل الشمعات وقال حيت كل واحد هنا عارف نهايته. ملي كتسكن في مدينه بحال جارتين الوقت ما بقاش عنده قيمه، كتعيش وانت عارف شحال باقي ليك، وهذه اكبر لعنه. فتح فاضل الكراس ديالو وبخط ثقيل كتب جارتين، مدينه ساكته كل حجر ووجوه مطفيه بحال اللعنه ماشي على رجلين. وهو باقي كيكتب حس بحركه خفيفه مورا ظهره، دار شويه والقمره واقفه لابسه حايك بيض وعيونها كبار بحال الليل طالع. ما قالت له والو غير تفرجت فيه بالنظره وزنها كلام. كانت هذه ليليت، نظره وحده منها خلاته يعرف انه ما غاديش يرجع بحال كيف دخل. ليليت بقات كتشوف فيه بنظره كتخلي الدم يجمد في العروق. مازال ما تحركاتش، غير عينيها بحال جوج تمرات شاعلين وسط الليل. فاضل حس قلبه كيدق بحال طبل ديال الحرب، وسولو بصوت مخنوق وعلاش حتى واحد ما كيهضر هنا، علاش الناس بحال الاشباح. هي زادت خطوه لقدام والضو خفيف ديال الشمع بان على وجهها. قالت لي بهدوء حيت هنا في جارتين الكلمه ثمنها غالي، راه القانون الاول كيقول ما تخرجش الهضره من فمك الا وانت قادر تخلص الثمن. فاضل بالعريق وبقى ساكت شويه، دارت على الباب اللي دخل منه وهمستها طاحت في ودنيه بحال ريحه بارده. القانون الثاني اللي دخل هنا ينسى الطريق اللي رجع منها، والقانون الثالث واللي هو اخطرهم كل واحد فينا عنده رقم ديال النار اللي غادي يموت فيه، والرقم ما كيتبدلش. هو وقف بلا ما يحرك ساكن، والكلمات ديالها داروا فيه الدوخه، حس الدنيا كدور به. قطع الصمت صوت ديال الراجل اللي كان جالس ورا الطابله. السي فاضل تفضل، راه باقي خاصك توقع في السجل الكبير، منين توقع غادي تعرف رقمك. فاضل خدا نفس عميق ومشى بخطوات ثقيله للطابله، شد القلم بصباعو اللي كانوا كيرعشوا، وعيون ليليت لاصقين فيه بحال اللعنه. وقع سميتو. لحظه ما سال التوقيع، حس بشي برودة كتمشي في عروقه. الرجل الكبير طوى السجل وبصوت ناشف قال رقمك 7193. نهارك غادي يجي من اللي يجي. فاضل ما عرف واش يجاوب ولا يبكي والله يهرب. الشعر براسو تقيل وقلبه عامر أسئلة، ولكن كان عارف حاجة وحدة، ما بقى حتى طريق للرجوع. شاف ليليت هي بقات واقفة وعيونها كيقولوا ليه دابا انت وليتي منا. فاضل خرج من دار الوافدين الجدد وحس ان رجليه ما بقاش فيهم الدم. الزناقي بقاو كيف ما شافهم اول مره، باردين ساكتين، والضو ديال القمر كيزيد يفضح الوحشه اللي ساكنه في الحجر. مشى شويه لقدام وبدا يسمع حوايج كتحرك في الظلال بحال شي خطاوي كتجر روحها وسط الغبره. شد الساكو بيدو بقى كيلتفت حتى بان ليه واحد الراجل لابس جلابه كحله داير طربوس صغير احمر على راسو، كان واقف تحت قوس ديال الحجر. عينيه ما فيهم لا خوف لا فرح. بصوت خفيف قال ليه السي فاضل عافاك جي لعندي. فاضل قرب شويه وهو كيشوف في ملامحه ما عمر شاف وجه فيه هاد القدر ديال الهدوء والبروده. سولو شكون انت؟ قال له انا راشد، واحد من سكان جارتي القدام، وبغيت نقول لك هاد النصيحه. هنا ما تبقاش تحاول تلقى المنطق، جارتين ما فيهاش المنطق، فيها قانون واحد، اللي قبل يدخل يرضى. فاضل حط يدو على قلبه اللي بقى يدق بحال مطرقه. قال ليه وداك الرقم اللي عطاوني 7193 شنو كيدل؟ رشيد تنهد وقال الرقم هو الحساب، كل نهار كتمشي فيه خطوه كيطيحوا منه ارقام حتى كيوصل للصفر. ملي يوصل للصفر كتولي بحال هاد الحجره
وشير له بيدو الحجرة حداهم. فاضل لاحظ أن الحجرة منقوشة وفيها رقم صغير اللي هو 0. برد عرقو وحس براسو قريب يطيح. قال راشد الناس هنا عايشين، كتعد أنفاسها حتى تسالي، ولكن اللي ما قدرش يتحمل عنده حق يخرج في النهار اللي جا فيه. فاضل خدا نفس عميق وقال بينه وبين راسو يا ربي فين طيحتني رجلي. طاع تفكيرو صوت ليليت اللي كانت واقفة حدا واحد الزنقة ضيقة، صوتها بحال صدى جاي من باطن الأرض. السي فاضل تبعني، باقي خاصك تشوف ساحة الاعتراف. عينيه تلاقاو مع عينيها وحس بشي قوة كتسحب في رجليه بحال المغناطيس. مشى وراها بلا ما يسول بلا ما يوقف. كانت الخطاوي ديالو كيدقوا فوق الحجر بحال الموسيقى ديال الجنازة. فاضل تابع ليليت وسط الزناقي اللي كتزيد كتبتالعو. كان كيحس ريحة الحجر البارد كتدخلو مع صدرو، والضو كيقل مع كل خطوة حتى وصلوا لواحد الباب الكبير مغطي بنقوش قديمة بحال شجرة يابسة. ليليت وقفات قدامه وقالت هنا ساحة الاعتراف. أي واحد دخل جارتين خاصو يعترف بشي حاجة اللي كتثقل عليه في القلب ولا ما يقدرش يعيش هنا. فاضل دق قلبه بقوة وقال واش ضروري. القانون الرابع ديال جارتين كيقول اللي ما فرغ صدره من أسراره كتولي أسراره هي اللي كتقتلو، بحال خليط ديال بخور قديم مع ريحة قتل القبر. دخل وراها ولقى راسو فوق الساحة مربعة، الأرض ديالها كلها حجر كيرجع الضوء بحال المراية. في وسط الساحة كاينة طابلة كبيرة دايرة بحال المذبح وفوقها كاين كتاب أسود. ليليت قربات للطابلة وبدون ما تشوف فيه قالت هنا غادي تحط يديك على الكتاب وتعترف بشي حاجة عمرك ما قلتيها لشي حد. ملي تفرغ الرقم اللي عطاوك غادي ينقص شوية، ولكن إلا كذبتي الرقم ديالك غادي يتضاعف. فاضل حس ريقو ناشف، عرف أن الحياة ديالو عامرة بأسرار، ولكن بعدها كيسمم روحو. حط يديه فوق الغلاف البارد ديال الكتاب وبصوت مبحوح هو يسكت شوية وعينيه غطاهم الدمع، ولكن جمع الشجاعة ديالو وكمل أنا عمري ما كنت كاتب شجاع، كنت داير هاد الرحلة باش نهرب من راسي ماشي باش ندور الحقائق. كنت باغي نلقى شي مكان ندفن فيه العار ديالي. منين سال الهضرة حس براحة غريبة خرجت من صدرو بحال بخار دافئ. ليليت حنات راسها شوية وقالت دابا شوية ديال الثقل طاح من فوقك. الكتاب تفتح بوحدو وخرج منه ضو خفيف كينور الساحة. الصوت ديال راشد اللي ما عرف منين طلع له قال الرقم ديالك نقص ولا 6903. هذه مكافأته الصراحة. فاضل تنهد شاف ليليت اللي بقات واقفة بلا ما تتحرك وعيونها مازال فيهم الحزن العميق. قالت ليه بنبرة ساكتة كل نهار هنا بحال عام برا، إلا بغيتي تعيش خاصك تتعلم تسكت وتراقب وتتقبل. دار وجهه شوية وشاف الكتاب كيتسدر راسو بحال قبر كيبتالع السر. وفي هاد اللحظة فهم أن جارتين ماشي غير مدينة، هي مرآة كبيرة كترجع لك حقيقتك وانت ما مستعدش تشوفها. فاضل خرج من ساحة الاعتراف ووجهه ماشي وجه ديال واحد حي، كان بحال قناع لاصق على جثة كتحرك. المدينة ساكتة ولكن السكات ديالها ماشي عادي، سكات كيخنق الروح وكيزيد يتقلها بحال لا فوق منها جبل. ليليت كتمشى قدامه بخطوات باردة ما عندهم حتى صدى بحال لا ماشية فوق العذاب. وصلوا لواحد الزنقة ضيقة الجدران ديالها طالعين بحال سيوفة فيهم نقوش قديمة بحال جلد مكمش. ريحة العفن كانت كتسد النفس. قالت بصوت ما فيش الحياة هنا زقاق الصدى اللي كيدخل ما كيخرجش هو نفس الشخص، كل واحد عنده صدى ديالو وهاد الصدى ما كيرحمش. ما عطاتو حتى فرصة باش يسول، غبرت وسط الظلام وخلاتو واقف بوحدو. هبط عينيه الارض ولكن الهمسات بدات كتسرب لودنيه بحال سم كيحرق ببطء. راك غدار، عمرك ما واجهتي الحقيقة، هربتي وخليتي العار تابعك، ما بقى عندك خيار. رفع راسو ودار خطوة للقدام
الهواء تبدل، البرد وصلو حتى للعظم، وصوتو خرج بوحدو ما بين سنانو. أنا اللي خفت نكون خاوي، أنا اللي بغيت ندفن الندم ديالي هنا. كل جدار كان كيعاود يجاوبو بصوت أخبت: حتى لو دفنتي الندم راه باقي حي فيك. خطا خطوة أخرى، الضو بدا يضيع ودقات قلبو ولات أعلى من أي همس. شاف وجوه بلا ملامح كلها مكتوب فيها كلمة وحدة: الكذاب. حس رجليه تقلو بحال الارض شداتو، بغات تبلعو حي. شد في ساكو ما خلاهش يطيح. قدامو بان باب صغير من الحجر كحل، باب الخلاص ولا باب النهاية ما عرفش. خدا نفس كيحرق صدرو وتقدم خطوة جوج حتى وصل للباب. دور راسو اللور، زنقة ساكتة ولكن السكات ديالها قال كل شي: راه ما عمرك غادي تهرب من صداك. فتح الباب ودخل، وخلفو تعاود الصوت كيخلع: هنا يتقاسمون اللعنة. فاضل دخل والباب تسد وراه بحال قبر الضو شحيح جاي من شمعة طايحة على الثوب مقطع. ريحة العفن والجلد قديم كانت كتخلي النفس ثقيلة. الأرقام مكتوبة على الطابلة بطريقة قديمة وغريبة، باينة محفورة من زمان. قدام الطابلة كان واقف رجل ضعيف ونحيف، وعينيه غارقة في وجهه بحال شي بير غارق. ما رفعش راسو، بدا يهدر بصوت ناشف: الرقم ديالك باقي. فاضل جاوبو بصعوبة: 6903. الرجل هز يدو بحركة ثقيلة بحال تيحرك عظام ميت وحطها فوق النقوش. كل رقم هنا حياة ناقصة، وكل رقم موت مؤجل. ملي توصل للصفر كتولي حجرة وسط المدينة. اليوم نقصتي من رقمك، ولكن ما نقصتيش من اللعنة ديالك. هز عينيه وشاف فاضل وبنظرة خاوية قال: كتبغي تبدل رقمك؟ فاضل تقطعت أنفاسه. تبدل؟ كيفاش؟ هنا عندك اختيار. كاينين اللي كيبيعوا شوية من عمرهم باش يخفوا رقم غيرهم، ولكن الثمن ثقيل. اللي ياخد وقت من الناس كياخد معاهم الثقل ديال الخطايا. سكت فاضل شوية، حس برجليه كيتقالوا. جاوبو بنبرة مشروخة: لا، ما غاديش نبدل، تخليه كيف ما هو. الرجل سد دفتر وقال: من هنا كتبدا حياتك الجديدة. كل خطوة كتقربك من الصفر، كل نفس راه محسوب. خرج فاضل للزنقة. ليليت كانت واقفة كتسناه، عينيها كبار فيهم الضوء، ما فيه لا شفقة لا عتاب، بحال النار كتحرق وتنور. قالت ليه بنبرة خافتة: اختاريتي، دابا غادي تعرف جارتين على حقيقتها. هنا حتى السكات محسوب. دورت دارها وقالت: تبعني. مازال ما شفتي والو. مشات وسط الزنقة الباردة وهو تابعها بحال الشبح، وكل خطوة كانت كتحسو أنه قريب يولي حجر، لكن ما كانش قادر يوقف. ليليت كانت كتمشي قدامه وسط الزناقي الباردة، وما كانش كتعاود تشوف فيه. صوت خطواتها خفيف بحال كيدوب وسط الحجر. منين داروا في واحد الدرب بان قدامهم باب كبير ديال الحجر، فوقو علامة بحال عين مفتوحة. ليليت وقفات وقالت بصوت هادئ: هنا مخيم الصمت. الناس اللي ما بقاوش قادرين يهضروا ولا يتحملوا الصدى كيجيو لهنا. حطات يدها على الباب وتفتح صوت كيزنزن من الراس. الداخل كان بحال شي ساحة واسعة، الأرض تراب يابس وفيه خيام قطاهم الغبار. اللي جالس وسط الخيام وجوههم ما فيهم لا لون لا حياة، بحال مونيكات. واحد الراجل كان جالس قدام الخيمة وحاط راسو على يديه، وفوق صدرو لوحة صغيرة مكتوب فيها الرقم 0. فاضل خدا نفس طويل، قلبو بغا يهرب من صدرو. سول ليليت بنبرة مخنوقة علاش ما مشاوش ولا هربوا. جاوباتو وعينيها كانوا كيرتعشوا. بدو خفيف: ملي يوصل الرقم ديالك للصفر كتولي جزء من جارتين. هنا الناس ما كيموتوش، ولكن ما كيبقاوش عايشين. خطاو شوية بين الخيام، كل خيمة فيها واحد ولا جوج الناس ساكتين، عينيهم بحال الزاج. الريحة ديال التراب والحزن كانت كتخنق النفس. قالت ليليت بصوت كيترعد فيه شوية ديال الألم: هنا
فهمت باللي السكات أخطر من الموت. وقفات حدا خيمة فيها مرا كبيرة كتخيط في توب رمادي. منين شافت فضيل رفعت راسها وبانت عينيها حمرا من الدموع. ما قالت والو، غير النظرات ديالها كانت كافية باش توصل ليه شحال ثقيلة اللعنة. ليليت دارت ليه بيديها إشارة باش يكملوا الطريق. تبعني، مازال ما وصلنا. زاد مشى وراها وكل خطوة كتسرق شوية من روحه. حس بصدره تحجر من الشدة ديال البرودة وعينيه بداو كيتقاسو. كان عارف هنا كل دقيقة ماشي غير كتقصر الرقم ديالو، ولكن كتقربو من حاجة ماشي بحال الموت. ومهما حاول ما يقدرش يرجع راسو للور، بحال شي حكم جاه وما ليه منه هروب. ليليت كانت مازال كتسبق بخطوات ثابتة وهو تابعها بحال الشبح، وكتسرق منه الحياة شوية بشوية. وصلوا لواحد الباب الخشب ديالو غامق محروق من الجناب ومحفور عليه رسم ديال عين كبيرة مفتوحة وسط دائرة فيها خطوط كتدور بحال شي دوامة. كانت العين باينة فحال كتراقب حتى الشهيق ديالو. وقفت ليليت حدا الباب، دورت ليه وجهها وقالت ليه بصوت هابط: هنا عتبة العين. ملي دخل ما غاديش تخرج كيف دخلتي. شوية قربت يديها على العين المحفورة والباب بدا يتحل بشوية، ودار واحد الصرير كيمشيلو في ودنيه وكيحرك شي خوف قديم في الداخل ديالو. ريحة باردة خرجت من الفتحة، فيها ريحة رطوبة قديمة بحال شي مطمورة ما تعرات من سنين. دخل وراها حس برجليه تقالو بحال شدوهم السلاسل على غفلة. البيت كان واسع بزاف والسقف عالي، ولكن الضو فيه شحيح بزاف بحال الغروب باقي كيتقاتل باش ما يطفاش. وسط الغرفة كاينة طابلة مربعة ودايرين بها 3 ديال الكراسي كبار من الخشب والثوب الكحل. كل كرسي كان جالس فيه واحد والوجوه ديالهم مغطيين بأقنعة رمادية غريبة ما باين منهم حتى حاجة غير عينيهم اللي كانوا كيلمعوا وسط الأقنعة بحال الجمر طافي. العينين ديالهم ما كانش فيهم الحياة، ولكن في نفس الوقت كانوا كيتفرجوا فيه بطريقة كتخليه يبرد من الداخل. ليليت ما قربت، بقات حدا الباب وكتراقب. صوتها خرج بلا نبرة: هادو الشهود ديالك كل واحد فيهم عارف عليك حاجة مخبيها، واخا دابا ساكتين غادي يهضروا. وقف فاضل وسط الغرفة، قلبو بدا يدق بحال طبل خاوي. حاول يهضر ولكن فمو ناشف بحال الرمل. الصمت كان كيقرص ودنيه حتى قطعو الصوت غليظ خارج من الكرسي الاول: شحال من مره درتي راسك كاتب باش تهرب من خوفك، شحال من كلمه كتبتيها وانت ما صدقتي حتى وحده. خدا نفس وحس صدرو ضياع. الصوت الثاني خرج غلط من الاول: شحال من مره قلتي بغيتي الحقيقه وانت في الحقيقه غير هارب منها. الحقيقه ما كتجيش في الوراق، كتجي ملي كتوقف قدام روحك بلا اقنعه. الصوت الثالث كان بحال كيتمسخر عليه: شحال باقي لك مرة باش تفيق؟ باغي تنكر كل شيء حتى يوصل لك للصفر. هز عينيه في ليليت، لقاها كتشوف فيه بعينيها الكبار، فيهم نظرة ما عرفهاش واش فيها شفقة ولا شي حكم. قالت ليه بنبرة خفيفة: إلا ما واجهتيش هاد الوجوه الرقم ديالك غادي يطيح سرع من داكشي اللي كتظن. ما كاين لا كذوب لا تبرير. خطا خطوة للقدام وحس صوت التراب تحت رجليه كيخدش الهدوء بحال انذار خفيف. الرجل اللي في الوسط حرك راسو شوية والقناع ديالو تزعزع بحال لا باغي يركز عليه مزيان. عينيه كانت كتقلب فيه ببطء وفيها نظرة ديال الصياد. شاف الطريدة قدامه بقى ليه غير يهجم. وقف فاضل في النص وكل خطوة كانت كتزيد تقل على كتافه. حس راسو عاري قدامهم حتى الافكار ديالو باينه، ومنين فتح فمو باش يهضر ما خرج حتى صوت. بقى ساكت والبرد بدا يجمد ليه الروح. كانت اللحظه طويله بحال حكم جاي من مكان ما فيه لا رحمه لا شفقه. فاضل باقي واقف وسط الغرفه، عينيه ما بقاوش قادرين يشوفوا بوضوح. البرد شد ليه ظهره وصوت النبض ديال قلبه باقي كيدق في ودنيه بحال طبل غريب. اللي لابسين الاقنعه ما تحركوش ولكن عينيهم بحال قراو الداخل ديالو كلمه بكلمه. ليليت خرجات من حدا الباب، خطات خطوات خفيفه حتى وصلت عند طابله صغيره في الجنب تاع القاعه. بيديها شدات مرايه قديمه الاطار ديالها حديد مصدي ودارت بها حتى جات قدام فاضل. مدات ليه المرايه وقالت بصوت ما فيه لا رحمه لا حنان: شوف هادي مرآة الرقم، غادي تشوف شحال باقي ليك وشكون انت. يديه كانوا كيترعدوا ملي شد المرايه حطها قدام وجهه بشويه. في الاول شاف وجه عادي صفر
وعيان، ولكن مع الوقت الضوء بدا كيتلاشى وسط الزعج. بان رقم صغير كيضوي فوق جبينه. 17. تنفس بصعوبة، حس قلبه غادي يخرج من صدره. رجع شوية باش يبعد المراية، ولكن الرقم بدا كيتحول قدام عينيه. 17. 16. 15. صوت الكرسي الاول خرج بحده، كل نفس كديه هنا كيطيح من رقمك. صوت الكرسي الثاني كان كيدوي بحال صدى بعيد، كتظن راسك جيتي تكتب الحقيقه كتقتلك شويه بشويه. الصوت الثالث قالها وهو كيتنفس بعمق. ملي وصل للصفر غادي تعرف شنو هي جارتين بصح. حط فاضل المرايه بسرعه فوق الطابله، دار الليليت وعينيه كيلمعوا بخوف. شحال باقي لي باش نهرب؟ جاوباتو بهدوء. ما كاين لا هروب، ما كاين هروب. الرقم بدا يطيح وما غاديش يوقف حتى يكمل. رجع يشوف الأقنعة وشي برودة طلعت ليه من راسو تحل رجليه. حس أنه محاصر، لا باب لا مخرج، غير رقم كينقاس والحقيقة كتقرب. ليليت رجعت خطوة للور وقالت ملي تكون مستعد كمل الطريق. ولكن تفكر كل خطوة لقدام كتقصر حياتك هنا. وركزت عينيها عليه واحد اللحظة طويلة، وراها دورات وجهها ومشات وسط الباب اللي تحل من جديد، وخطات في الصمت بحال الشبح. تلاشى وسط الغابة، بقى فاضل وحده وسط القاعة، والصمت رجع ثقيل. رفع عينيه للرقم اللي شاف في المراية وبدا يسمع صوت كيتردد. 14. 13. 12. وهو واقف ما عرف واش يكمل ولا يبقى مجمد حتى النهاية. خرج فاضل من القاعة، وجهه صفر والخوف ساكن ملامحه بحال واحد شاف شبح راسو. الممر اللي دخل ليه كان ضيق، الجدران ديالو مبلله، وكل ما كيقرب لشي حيط كيشوف كلمات محكوكة بدم قديم. اللي ينسى أصله يتعاقب في صمته. ماشي كل حقيقة تستاهل تكتب. الرقم ماشي هو المشكل، الخوف هو العدو. كان الصوت الوحيد اللي كيريحه هو دقات قلبه، ولكن حتى هو ما بقاش كيطمنو ولا كيخوفو. وصل للنهاية ديال الممر، لقى العساس القديم جالس جنب العافية، الشرارة ديالها دايرة سحابة كبيرة من الدخان. الرجل ما تحركش، غير قال بصوت حزين عرفتي علاش وليتي هنا؟ فاضل جاوبو بصوت مبحوح باش نكتب الحقيقة. هز العساس عينيه وكان فيهم ضوء بحال شي نجم. لا، جيتي باش تسمعها. الحقيقة ما كتكتبش بلا الجرجير. خدا العساس حاجة صغيرة كحلة من الرماد، عطاها ليه وقال ها هو الأصل ديالك، ماشي الورقة ولا الكراس. هنا بدا كل شيء، وهنا خاصك تعرف اللي ما واجهش الرعب ديالو كيعيش عبد للرقم. فاضل خدا الحجرة، كانت ثقيلة فحال كان فيها الندم ديال الطريق كاملة، ولكن في نفس اللحظة حس قلبه بدا يبرد شوية بشوية. خرج فاضل من الممر والضوء بدا يرجع بشوية. السما كانت مغيمة ولكن ماشي مظلمة بحال من قبل. شاف المدينة ورا ظهره، الزناقي الباردة، الخيام الصامتة، والعيون اللي ما بقى فيها لا دمعة لا كلام، كل شي ساكن. ولكن في هاد السكون حس بصوت جديد كيهضر بالداخل ديالو. الرقم كيتناقص، ولكن انت اللي كتقرر واش يبقى حاكمك. خدا نفس عميق ودور ظهره للباب الكبير ديال الجارتين، ولكن قبل ما يتحرك سمع صوت خطوات ورا ظهره. دار ولقى ليليت واقفة نفس الحايك الابيض، ولكن الملامح ديالها فيها دابا اثر ديال التعب. قالت ليه وهي كتقرب ماشي كل شيء يقدر يخرج، ولكن اللي يخرج عمرو يرجع كيف كان. سكت، ولكن عينيه قالوا ليها شكرا على السكات اللي فتح لي البصيرة. مدات ليه نظرة طويلة ومن بعد تلاشت وسط الضباب بحال لا ما كانش. خدا نفس، شد فاضل الطريق، الكراس في جيب والحجر في جيب الاخر. الخطوات ديالو ما كانش خفيفة ولكن كانت ثابتة بحال واحد مشى من المقبرة ديال الخوف ورجع للحياة بوعي جديد. وهو كيمشي وسط الويدان سمع الصوت الاخر في ودنيه. الرقم نقص ولكن الروح وعات. فاضل مشى ودار هاد الطريق كامل وخرج من جارتين، وهكا وحنا بالينا. ولكن بيني وبينك، واش بصح كنت كتسمع غير حكايه ولا كنت كتسمع صوت في الداخل ديالك؟ سكات من مده طويله، سالات اللعبه، المرايه باينه والرقم بان. نرجع لك بالسؤال اللي كان خاصو يتطرح من الاول، شحال باقي لك في الرقم ديالك؟ واش عادي تبقى ساكت حتى يوصل للرقم ديالك للصفر، ولا غادي توقف تراجع خطوات وتقرر تبدل شي حاجه قبل ما تفوتك الفرصه؟ راه جارتين
ماشي بلاصه. جارتين ساكنه فينا، ساكنه في كل واحد، ساكنه في كل واحد، ما بقاش عارف اش كيدير في حياته وعلاش باقي ساكت. وانا ماشي راوي القصه، انا غير الصوت اللي كتسمعو. في اواخر الليل منين كل شيء كيكون ساكت كتلقى راسك كتسول فين مشات سنيني وشنو كنت باغي ندير بها. ايوا دابا شوف في المرايه وشوف الرقم